عمرك فكرت إن حياتك اليومية بقت ماشية بنظام مش شايفه؟ حاجات بسيطة زي الموبايل اللي في إيدك، الفيديو اللي بيقترح لك، حتى الطريق اللي بتسوق فيه، كله بقى ماشي بعقل تاني، عقل مش بشري. النهاردة هفهمك إزاي الذكاء الاصطناعي بيتدخل في كل لحظة في يومك، وإزاي التدخل ده بيفتح فرص ربح رهيبة للي يفهمه ويستغله بدري. احنا فاكرين ان AI حاجة جاية من المستقبل، لا ده اصلا قاعد معانا في كل ثانية. لما تفتح تيك توك وتلاقي فيديو عجبك من اول ثانية، ده AI. لما تطلب اوردر اكل والتطبيق يعرف ذوقك، ده AI. حتى لما تكتب رسالة على الموبايل ويصحح لك الكلام، برضه AI. لقطة لزحمة في الشارع، الخرايط اللي بتقولك اسرع طريق، الذكاء الاصطناعي. الكاميرات اللي بتراقب المرور، الذكاء الاصطناعي. الافلام اللي بيقترحها نتفليكس، الذكاء الاصطناعي. بس ده لسه ولا حاجة جنب اللي جاي. النهاردة AI مش بس بيسهل حياتك، ده بيعمل ناس بتكسب آلاف الدولارات من وراه. بس ازاي؟ خليني اقولك اشهر الطرق اللي دلوقتي بقت ترند عالمي وبتكبر كل يوم. 1. صناعة المحتوى بسرعات خرافية. ناس بتعمل قنوات كاملة باستخدام AI، كتابة، صوت، مونتاج، وكل ده في ساعات. 2. التسويق بالذكاء الاصطناعي. AI دلوقتي بيعمل تحليل بيانات ويقترح منتجات ويرفع مبيعات شركات كاملة، واللي بيعرف يقدم الخدمة دي بيكسب جامد. 3. العمل الحر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تصميم لوجوهات، كتابة مقالات، تحليل بيانات. كل ده تقدر تعمل منه شغل محترم حتى لو مبتدئ. 4. بناء مشروعات صغيرة بالكامل على AI، بوتشات، مواقع، متاجر إلكترونية، وكل ده من غير ما تبقى مبرمج، لأنك بتتعامل معاه من غير ما تحس. بتاخد قرارات كل يوم، بس القرارات دي متأثرة بخوارزميات. AI بيشكل ذوقك، قراراتك، مشترياتك، حتى طريقة استهلاكك للمحتوى. وده اللي يخلي اللي بيفهم AI بيفهم المستقبل قبل ما يحصل. الموضوع مش إنك تتفرج على فيديو عن AI، الموضوع إنك تبدأ فعلياً. ابدأ اتعلم، جرب، استغل الأدوات، لأن اللي هيتأخر هيفضل مجرد مستخدم، واللي هيبدأ دلوقتي هيدخل المستقبل بدور اللاعب مش المتفرج.